اهلا ومرحبا بكم اعزائي الطلبه في كل بيت وفي كل مدرسه. معكم مستر عزت في قناتي عمو زيزو. يتجدد اللقاء مع ماده الفيزياء للصف الاول الثانوي للترم الثاني، ودرس جديد من دروس ماده الفيزياء وهو الدرس السادس. هشرح لكم درس النهارده بطريقه مبسطه ومفصله جدا، وهتلاقي في الاخر ملخص كامل للدرس بجانب ملخص كامل للمنهج لحد ما احنا واقفين النهارده، بجانب اسئله ومراجعات وواجب حضرتك هتحله وتبعت الاجابات في التعليقات. لو احتجت اي مساعده في الماده ما تترددش، اكتب في التعليقات هتلاقيني دايما موجود. وانا هساعدك تذاكر اونلاين من البيت بدون ما تروح دروس خصوصيه، وهتقفل الماده ان شاء الله بجانب متابعه دوريه مني واسئله ومراجعات وامتحانات. ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول وتشوف الشرح وتاخد الملخصات والمذكرات. وبدون تاخير يلا نبدا في درس النهارده وهو قانون الجذب العام. اهلا بكم من جديد. هندرس النهارده قانون الجذب العام. عشان نفهم درس النهارده كويس جدا محتاجين نركز على 4 عناصر مالهمش خامس. العنصر الاول، ايه هو معنى قانون الجذب العام؟ العنصر الثاني، ايه هي العوامل اللي بتاثر فيه؟ العنصر الثالث، ايه وحده القياس بتاعته؟ العنصر الرابع، القوانين المتعلقه به. قانون الجذب العام اللي اكتشفه عالم اسمه العالم نيوتن لما كان قاعد تحت شجره التفاح والتفاحه وقعت عليه. طيب، ايه نص قانون الجذب العام؟ طبعا احنا عارفين ان الكون كله في حالة حركة مستمرة. القمر بيدور حوالين كوكب الارض، والارض بدورها بتدور حوالين الشمس، والشمس بتدور حوالين مركز المجرة، والمجرة بتدور حوالين مجرة اكبر منها، وهكذا. نفس قانون الجذب العام اللي اكتشفه العالم نيوتن بيقول فيه ان اي جسم في الكون بيجذب جسم اخر او اي جسم اخر بقوة تتناسب عكسيا مع مربع البعد وطرديا مع حاصل ضرب الكتل. يعني ايه؟ يعني كوكب الارض بيجذب القمر بقوة، القوة دي كل بتتناسب طرديا. وحدة القياس والقوانين المتعلقة. خدنا 3 عناصر، باقي العوامل اللي بتأثر في ثابت الجذب العام او قوة او قانون الجذب العام. بنجيبها من القانون، ما بنحفظش اي حاجة. الاف بيساوي جي في الام على ار تربيع، جي في ام في ام على ار تربيع. اي حاجة فوق في البسط تطرد، اي حاجة تحت في المقام عكس وش كده. اعرف القانون بس.
طيب العلاقه بينهم ايه؟ العلاقه الطرديه بتمثل بخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل زي ما قدامنا في الشكل. بنجيب الميل ازاي؟ ما بنحفظش حاجه برضه. انت رسمت علاقه بين ايه وايه؟ اسال نفسك السؤال ده وانت بتجيب الميل. انت رسمت علاقه بين ايه وايه؟ رسمت بين الاف والام والام. باقي معاك ايه في القانون؟ هتطلع الاف كده يشطب عليها خالص، وادي الام والام يشطب عليهم خالص. باقي معاك ايه في القانون؟ باقي معاك الجي فوق والار تربيع. يبقى الميل عندك هيساوي جي على ار تربيع. اعمل كده في اي مساله طالب منك الميل وان شاء الله يطلع معاك صح. طيب اخدنا العامل المؤثر. قشطه يا مستر، يلا بينا بسرعه العنصر الرابع او العنصر اللي بعد كده. قانون عندنا بعد كده مجال الجاذبيه. مجال الجاذبيه بيقول لك ايه؟ ان كل ما المسافه تبعد بين الجسمين، عندك جسم مثلا عندك كوكب الارض والقمر، كل ما المسافه بينهم تبعد كل ما شده مجال الجاذبيه بينهم يقل. طبيعي جدا. طيب عندنا ده الرسم اللي ما بين، ده الرسم البياني اللي بيوضح العلاقه دي، الاف والار تربيع وبينهم منحنى تنازلي زي ما قدامنا في الشكل. طيب في بعض الملاحظات. سميناه قانون الجذب العام عشان هو القانون ده عام يعني، فعشان كده سميناه قانون الجذب العام مش عشان حاجه يعني. تاني حاجه، الجاذبيه بين الاجرام السماويه بتكون واضحه، يعني الارض بتجذب القمر والشمس بتجذب الارض، بس ما بتكونش واضحه هنا على الارض. ليه؟ عشان ثابت الجذب العام على الارض قيمته قليله ضعيف. طيب عايزين نجيب قانون لثابت الجذب العام وحدات قياس ليه وازاي نحل بالمسائل. اول حاجه هناخد شده مجال الجاذبيه الارضيه. ايه هو شده مجال الجاذبيه الارضيه ده؟ ايه شده مجال الجاذبيه الارضيه؟ شده مجال الجاذبيه الارضيه ده قوه جذب الارض للجسم كتلته 1 كيلو جرام. يعني الارض لما تيجي الجسم كتلته 1 كيلو جرام، دي حاجه بنعبر بها عن شده المجال. ده تعريف المفروض تبقى حافظه على فكره. هتختلف من موضع لاخر او مش حافظه، فاهمه عشان تعرف تستنتج منه القانون. طيب القانون بتاع شده مجال الجاذبيه ان الجي بيساوي الجي في الام على الار ايه؟ تربيع. طيب لو كنت فاكر في قانون القوه كان فينا 2 ام كابيتال وام سمول، بس انت هنا بتتكلم عن جسم واحد، جسم واحد بس كتلته 1 كيلو ايه؟ جرام. طيب هيجي لنا في المسائل دلوقتي اهم حاجه عندنا حل المسائل. القانون والحاجات دي يعني ايه؟ يعني تمهيد كده. اهم حاجه حل المسائل. عندك الجسم هيبقى موجود على ارتفاع معين، هيجي لك جسم موجود على ارتفاع معين على سطح الارض، عايز يحسب شده مجال الجاذبيه الارضيه بين ايه؟ الجسمين دول. فانت هتعمل حاجه بسيطه جدا. شايف الار اللي تحت دي اللي هي الار تربيع دي؟ شايفها؟ مش هتبقى ار تربيع، طلعت فين؟ مش هتبقى ار تربيع، هتبقى ار زي الاتش. هتزود الارتفاع وتحطه ايه؟ تحطه في نفس العلاقه وتربع. هتزود الايه؟ الارتفاع وتحطه، هتبقى ار زي الاتش الارتفاع اللي هيبقى معاك. هنشوف دلوقتي في المثال. ناخد دلوقتي العامل اللي توقف على شده مجال الجاذبيه لكوكب عند نقطه. طيب زي ما قلنا اي حاجه في البسط طرد، اي حاجه في المقام عكس. بس بتجيب الميل ازاي؟ انت رسمت بين ايه وايه وتشوف الباقي ده هو بيبقى الميل. مش محتاجه فقاقه. ناخد الامثله. اهم حاجه عندنا الامثله. اول مثال قمر صناعي قدرته 10 كيلو جرام 600 كيلو متر على ارتفاع 600 كيلو متر، ودي الثوابت اللي معانا. اي حاجه انا معلم تحتها بالاحمر دي المعطيات اللي معانا في المساله. طريقه حل المساله زي ما اتعودنا 3 خطوات ما لهمش رابط. اول حاجه بتكتب المعطيات كده. اول حاجه بتكتب المعطيات زي ما قدامنا في الشكل. الام والاتش والار والام. الام كابيتال دي كتله الارض، والام سمول دي كتله الجسم اللي معانا. خليك عارفهم كده على ام كابيتال كتله الارض، ام سمول كتله الجسم اللي معانا. ثابت الجذب العام ثابت اكيد يعني مش هنحفظه. طالب مننا نحسب ايه؟ شده مجال الجاذبيه الايه؟ الارضيه. مش هنحسب بالاختيار الثاني عشان مش تبعنا. شده مجال الجاذبيه الارضيه. القانون اول حاجه كتبنا المعطيات. ثاني حاجه بنكتب الايه؟ القانون. الجي بيساوي الجي في الام على الار تربيع. بس زي ما قلت لك هو الجسم على بعد ارتفاع من سطح الارض، ففي اتش زادت. هنعمل ايه؟ هنشيل الار اللي تحت دي شايفينها ونحط ار زائد اتش لكل ايه؟ تربيع، وعوض تعويض مباشر يطلع معاك الايه؟ الحل. ما تنساش وحده القياس. ايه اهم حاجه؟ وحده القياس. وحده القياس عشان على نص الدرجه، يعني شايف اللي انت عامله ده كله اهو على نص الدرجه، وده ايه؟ النص الثاني. يعني اكتب وحده القياس وما تكتبش الحل. المثال الثاني الشكل المقابل يمثل كرتين من الحديد الخشب لهما نفس الحجم والبعد بينما مركزيهما دي فان عند مسافه النقطه. تاني بيحسب النسبه بين شده مجال الجاذبيه للكرتين الحديد. طيب جميل قوي. عندنا الام للحديد بيساوي الرو في الفي، والام للخشب برضه بيساوي الرو في الفي زي ما خدت في الكيمياء. طيب الكتله بتاعت الحديد اكبر من كتله الخشب، طبيعي جدا. كتله الحديد اكبر من كتله الخشب. الكتله دي عباره عن الكتله بتاعت الحديد اكبر من كتله الخشب، بس قال لك الحجم متساوي، بس الحديد اتقل من الخشب. طيب لو بصيت للقانون بتاع قوه الجذب العام
هتلاقي ان الجي بيساوي الجي في الام مع الار تربيع. الجي بتتناسب طردي مع الايه؟ مع الكتله. يعني كل ما الكتله تزيد الجاذبيه هتزيد. طيب انا كتلته اكبر، الحديد كتلته اكبر، فاكيد ايه؟ الحديد كتلته اكبر، فاكيد ايه؟ فاكيد جاذبيته هتبقى اعلى. فالنسبه بين جاذبيته وبين جاذبيه الخشب اكيد هتبقى اكبر من الواحده. ليه؟ الصحيح. يبقى الاجابه الصحيحه رقم ايه؟ الف. كده احنا خلصنا درس النهارده بالامثله بالشرح. هديك دلوقتي، هخش دلوقتي على لينك في الوصف تحت بعد ما تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديو الجديد ان شاء الله. يعني هتلاقي في صندوق الوصف ملخص، هتلاقي الواجب محطوط في لينك، هتفتحه على درايف، هتحل الواجب وتبعت لي رقم الاجابه بس في الايه؟ في التعليقات، ومالكش دعوه بالباقي. ده نظام تفاعلي يعني عشان حضرتك ايه؟ ما تنامش. ده الواجب قدامنا في الشكل. عايز بس الاجابه الرقم الف وب وج متحط في التعليقات بعد ما تعمل اشتراك يعني ان شاء الله. طيب ده ملخص كامل للدرس ده. هو عباره عن صفحتين. طيب جميل قوي. انا بقى مش هسيب لك في الوصف الملخص بتاع الدرس ده، انا هسيب لك الملخص بتاع الدروس اللي احنا اخدناها كلها على اخر وضع ليه. هتدوس برضه على اللينك في درايف هيفتح لك وتنزل ايه؟ التلخيص. وان شاء الله لو بتابع الفيديو الجديد اللي هينزل ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 7 لو بيتكلم عن الاقمار الصناعيه هنزله ان شاء الله الساعه 7. كل مره بنحدث ايه؟ الملخص. هتلاقي كل مره صفحتين او ثلاثه بيزيدوا معاك. هتلاقي في الاخر المنهج كله معاك عباره عن بتاع 20 صفحه ولا اجدعها ملخص. هتعوزوا مني حاجه؟ السلام عليكم.